اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أكبر غلطة في رحلة التطور. قبل ما نبدأ عايزاك تجاوب نفسك بصراحة أو تجاوبي نفسك بصراحة، كم مرة دخلتي تشوفي حد على السوشيال ميديا وحسيتي إنك عايزة تغيري حاجة في شكلك، في حياتك، في جسمك عموما؟ احنا تقريبا بنقضي جزء كبير قوي من وقتنا وحياتنا على السوشيال ميديا. كم مرة قللتي من نفسك لمجرد ان حد تاني عامل انجاز انت لسه ما عملتهوش؟ النهاردة هنتكلم عن اكبر غلطة ممكن تضيع منك كل رحلة التطور اللي احنا عشناها مع بعض دي، وهي المقارنة. هنعرف ليه المقارنة ليه بتكسر الثقة، وامتى هنبطل ان احنا نقارن نفسنا، ازاي تختاري نفسك وتحطي أولوية لنفسك في المكان الصح. يعني تمثال رمسيس عرف مكانه وقيمته وانتي لسه معرفتيش، عيب والله في حقك وانتي مقصرة مع نفسك جامد قوي. انا عارفة ان مفيش حد قالك الجملة دي قبل كده، ان انتي مقصرة مع نفسك. خليني اقولك الحقيقة اللي محدش هيقولها لك، احنا كلنا بلا استثناء بنقارن نفسنا وبنقع في الفخ ده كتير قوي يعني، بس مش كلنا بنعرف نطلع منه، مش كلنا عارفين ان ده اسمه مقارنة. المقارنة شبه كده لما تقارني التفاحة بالموزة وتزعلي ان الموزة اطول من التفاحة. يعني مش طبيعي جدا اصلا انها تبقى زيها. يعني ليه تبقى زيها؟ التفاحة ليها قيمتها وحاجتها، والموزة برضو ليها قيمتها وحاجتها. الاتنين ما ينفعش يكونوا شبه بعض. كل واحد فينا عنده شكل مختلف وبيئة مختلفة وظروف مختلفة وعقلية مختلفة وطاقة مختلفة. مفيش اتنين شبه بعض، حتى التوأم مش نفس النسخة. تخيلي كل واحد فيهم بيبقى مختلف في كل حاجة، في كل حاجة حرفيا. يعني في كل حاجة حرفيا، ده بيحب حاجة وده بيحب حاجة، ده بيعمل حاجة تانية وده بيعمل حاجة تانية. انتي بحد تاني، ازاي تقارني مشوارك بمشوار حد تاني؟ ازاي تقارني شابتر 1 بتاعك بشابتر بتاعه 20 او 100؟ anyway كان ايه هو الشابتر بتاعه ده؟ احنا لسه يا دوب بنقول يلا نفسي، يلا نكتشف نفسنا، ويلا نشوف احنا عايزين ايه ونملى الشابتر بتاعنا ده بايه. حلو اللي انت بدأت الشابتر بتاعك، بس لازم تشوفي الشابتر اللي انت عملتيه ده، اللي انت بدأتيه ده، هتبدأيه بإيه بالظبط؟ هنحط فيه ايه؟ ليه المقارنة غلط؟ أولا المقارنة دي بتضيع تركيزك وبتضيع وقتك، وبدل ما تركزي على نفسك وعلى شغلك بتفضلي تبصي على كل اللي حواليكي. ده عمل ايه؟ ده سوى ايه؟ ده بقى فين؟ وساعتها بتتابعيه اكتر ما بتتابعي حياتك، فده طبعا بيضيع وقتك كتير جدا يعني. تاني حاجة بتقلل من قيمتك، بتخليكي تشوفي بس اللي ناقص، بتخليكي بس تشوفي اللي ناقص مش اللي عندك. ودي مهمة جدا، انت عندك حاجات كتيرة قوي مش عند غيرك صدقيني. تالت حاجة بتسرق منك الفرحة. يعني عملتي انجاز حلو قوي ما تعرفيش تفرحي بيه، ليه؟ عشان حد تاني عمل اكتر من ده، فبالتالي بتشوفي لا انا لسه ما عملتش حاجة. طب مش يمكن حد تاني ده بيتمنى يعمل نص اللي انت عملتيه؟ اه والله صدقيني. ودي بتبقى اصعب مرحلة، انك مش راضية على اللي انت بتعمليه حتى لو ده كان انجاز كبير جدا بالنسبة لك. انت شايفة بس ان في ناس بتعمل اكتر من ده. حلو يكون عندك طموح، بس الحلو اكتر انك تفرحي بانجازات وتفرحي بكل خطوة حتى لو كانت صغيرة. والخطوة الصغيرة دي اللي بتبني القصر بتاعك أو المستقبل اللي انت شايفاه. انت تستحقي تكوني فرحانة، انت تستحقي تكوني ناجحة في حياتك وتكوني فخورة بنفسك. أنا شايفاكي وعارفة انك بتتفرجي على الفيديو دوت والكلام ده ليكي، وعارفة انك انت تعبتي قد ايه كل ده هيعدي. أول حاجة بس ما تسمعيش كلام الناس السلبي، اسمعي نفسك وصدقي نفسك وحبيها، لأن انت تستاهلي كل حاجة حلوة بنفسك زي ما انت غالية وقيمتك كبيرة قوي وتأثيرك قوي قوي. انت عارفة كام شخص ممكن تأثري فيه؟ مثلا لو قلنا ان يعني ايه تأثري في 100 شخص، ده رقم كبير قوي. دي 100 روح، 100 دماغ مختلفة، 100 واحد اتغير بسبب جملة انت قلتيها أو كلمة. انا عايزاكم تفهموا حاجه واحده بس في الاول، محدش صدقوني محدش هيجي يقولك اعرفي قيمتك. اشتغلي على نفسك، خليكي فخوره بنجاحاتك. بس انا كمان بقول الكلام ده لنفسي، مش ليكوا انتوا بس، انا كمان بسمع الكلام ده لنفسي كل يوم عشان اعرف انا بقول ايه، عشان اعرف اصدق الكلام اللي انا بقوله. انا بقول الكلام ده مش لان انا بيرفكت،
لأ، لكن لإن أنا عايزاكم تحسّوا بالإحساس اللي اتعلمته بعد وقت طويل أوي من الرحلة دي، إن قيمتِك مش بالإنجازات غيرِك، قيمتِك فيكِ أنتِ. حافظي على نفسِك وعزّزي نفسِك لإن أنتِ غالية أوي. اعرفي مكانِك الصح فين بالضبط في عيونِك أنتِ مش في عيون غيرِك. ما حدش هيبقى عايزِك أحسن واحدة غير باباكِ ومامتِك، وفعلًا الباقي بعدين بييجوا. يعني أول حاجة هُم بيشجعوكِ لعيلتِك الأول، وبعدين الباقي بييجي بعد لمّا بتنجحي إذا لو جُم. مش باحبطكم خالص، ولكن دي الحقيقة اللي لازم تعرفيها. جزء كبير جدًا من المقارنة بييجي من الناس اللي حوالينا، في ناس بتدّيكِ طاقة حلوة، وفي ناس بتمتص منِّك الطاقة. في ناس لو قُلتِ لهم أنا ادّيت فوق طاقتي عشانِك، هيقولوا لِك بمنتهى البرود ومنتهى الهدوء جدًا ما حدش طلب منِّك ده، وهتطلعي أنتِ اللي غلطانة في الآخر، لإن ما حدش فعلًا طالب منِّك إنِّك تدّي حاجة أكتر من طاقتِك. ما حدش قدّر، وهنا بتبقى نقطة التحوّل. إحنا بنكون مستنيين لو حتى كلمة شكرًا أو تقدير ولو بنظرة. لو عايزة تيجي على طاقتِك عشان حد، فهتبقى نفسِك هي اللي تستاهل، ومش هتقول لِك أبدًا جيتِ على نفسِك ليه. بالعكس هتقدّرِك وتشيلِك في الوقت اللي أنتِ بتبقي محتاجاها فيه. عشان كده اختيارك لنفسِك قبل أي حد مش أنانية، دي أمان ليكِ، وده احترام ليكِ، وده حدود. اختيارك لنفسِك قبل أي حد مش أنانية ولا نرجسية زي ما في بعض الأحيان بيسموها. ده اسمه أمان ليكِ واحترام وحدود وحب لنفسِك. يعني تحبي ذاتِك وتعرفي قيمتِك. إزاي نختار نفسنا قبل أي حد؟ أول حاجة احترمي الطاقة بتاعتِك، دي ليها مجهود ووقت لازم تحترميه ووقتِك، وتعرفي إيه المناسب دلوقتي وإيه اللي مش مناسب دلوقتي. تاني حاجة ما تدّيش حد أكبر من مكانه please، ما تدّيش حد أكبر من مكانه. تالت حاجة ما تقعديش مع ناس بتستنزفِك حتى لو بتحبيهم. الكلمة دي أنا قعدت قد كده أقولها، بس إن شاء الله أكون قُلتها صح. ابعدي عن اللي بيجريكِ ورا. يعني في ناس كده مش بتجريكِ لقدّام، لأ بتجريكِ لورا، وإحنا عارفينهم كويس. اعرفي إنِّك لو ما اخترتيش نفسِك ما حدش هيختارِك، ولو اخترتِ نفسِك مش هيفرق معاكِ مين يختارِك. نيجي بقى في الجزء الأخير، إزاي تبطّلي المقارنة. أول حاجة راقبي نفسِك. أول ما تلاقي المقارنة بدأت قولي لأ، هنا stop. أنا هطور من نفسي، ولو شايفة إن في حاجة ناقصاكي دي اللي بتكون مقارنة إيجابية شوية، بتقدري إن انتِ تظبطي نفسِك أو تظبطي حاجات انتِ حابة إنِك انتِ تعمليها بالفعل. تاني حاجة اكتبي إنجازاتِك حتى لو صغيرة. حاجة مهمة أوي أوي، اكتبي لنفسِك كلام إيجابي وقوليه. يا جماعة اكتبوا لنفسكم. الكتابة حلوة أوي وبتطلّع مشاعر جميلة وطاقة حلوة، وبتراقبي نفسِك من خلال كتاباتِك أو الصفحات اللي أنتِ بتمليها في الكراسة بتاعتِك اللي بتعبّر عنِك، هتفرق معاكِ جدًا. افرحي بكل خطوة بتعمليها وكوني فخورة بيها. انت اللي المفروض تفتخري بنفسك حتى لو كانت خطواتك صغيرة، حتى لو كانت بطيئة، بس في الأول لو استمريتي عليها هتعمل نتيجة مختلفة جدا انت حتى ما تقدريش ان انت تتخيليها. افتكري ان كل واحد عنده توقيت مختلف، مش لازم توصلوا مع بعض، بس هتوصلي صدقيني. هو مجرد وقت بس، ودي احلى حاجة اللي احنا ممكن نلعب عليها. اعرفي انك انت كده كده هتوصلي وتحققي كل اللي نفسك فيه، بس هو مجرد وقت. عايزة أقول لكم آخر جملة اتعلمت في رحلتي، إن أحسن مقارنة نغم النهاردة بنغم امبارح. وانت كمان قارني نفسك بنفسك النهاردة بنفسك امبارح، وحطي مليون خط أحمر على مقارنة نفسك بأي حد تاني حتى لو كان مين. جاوبوني في الكومنتس آخر مرة قارنتي نفسك بمين وليه، والأهم من ده خرجتوا منها بإيه. كل رحلة احنا بنعديها بنخرج منها من حاجة سواء إيجابية أو سلبية، وأحب أسمع كل حاجة انتوا مريتوا بيها. ولو حسيتي إن الحلقة دي لمستك، استني الحلقة اللي جاية عشان هنتكلم عن أكبر 10 دروس اتعلمتهم في ال6 شهور، والحقيقة اللي محدش قالها لي. قولولي في الأول قبل ما ننهي الحلقة، هل المايك حلو ولا لأ، سامعيني كويس ولا خليني أحسن في صوت الموبايل عادي. أحب أسمع رأيكم برضو، شوفوا صوت الحلقة حلو ولا لأ. أشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة الساعة 6 يوم الاثنين. باي باي.